ثانيها طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. قبل أن يطعنه رأى رضي الله عنه أن ديكا ينقره 3 نقرات، فمات بعد 3 ليال. هنا أستطرد قليلا، نستأذن المباركين. الديك دائما مملوك، عليه تاج، هيئته مهابة، لكنه لا يستطيع أن يحلق طيرانا، ويبقى مأسورا. ويظهر والعلم عند الله في سفينة نوح. ترى أكثر ما يقع الآن في الدنيا تشكل في سفينة نوح. كيف؟ استأذن أحد الطيور نبي الله أن ينظر في الأرض يبست أو لم تيبس بعد الطوفان، فكفله الديك على أن يكون رهينة حتى يعود. هذا الطائر لم يعد، استوحش، فأصبح الديك من يومها رهينة، بمعنى أنه يبقى مملوك حتى لو وضعته في كل أحواله، بدليل أشياء عدة، منها عدم قدرته على الطيران، هذا شيء يسير، لكن حتى في الرؤى يعبر عن الديك بأنه شخص مملوك مغلوب، وإن رأيت عليه تاج. فالآن في الرؤى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى ديكا ينقره. لو رأى كبشا فمعناه الذي سينقره سيد فحل كبير في قومه، لكن لما رأى ديك، من الذي نقره؟ غلام مملوك للمغيرة بن شعبة. يعني في كل أحواله يأتي مملوكا مأسورا، ولا يغرك هيئته. ولا بد أن يعرف أن الملك الذي يضرب المثل في الرؤيا يختار، يعرف، ولا يمكن أن يكون ضرب المثل عبثا. فإذا اختار شخصا، مثلا لو اختار مثلا ضبا، فهذا حيوان صحراوي يتعلق بالبادية، فالقاتل لا بد أن يكون شخصا بدويا. لكن لما اختار مملوكا، والديك يميل إلى الحمرة، فهذا مملوك أعجمي، لأن الحمرة ليست من صفات العرب، الحمرة في العجم في الفرس، والديك مملوك. فالذي طعن عمر لم يكن حرا، كان مملوكا مغلوبا على أمره، أجيرا عند المغيرة بن شعبة. الموضوع أنا قصدت بهذا فقه الأشياء، ولا أريد أن أصدد في قضية سفينة نوح لأن يطول الحديث عنها، لكن الذي أريده هنا فقه رضي الله عنه وأرضاه أنه سيقتل، ثم طعن كما تعلم، وقد مر معنا في دروس عدة قضية ما قاله رضي الله عنه حتى دفن بجوار النبي صلى الله